بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة تبسيط المعرفة، أهلا ومرحبا. المقدمة كتبها مترجم اسمه سليم حسن. سليم حسن كان بيترجم كتاب فجر الضمير. كتاب فجر الضمير مين اللي ألفه؟ كتاب فجر الضمير اللي ألفه جيمس هنري بريستد، وهو مؤرخ أمريكي. هو طبعا ألف الكتاب ده ليثبت فيه إن الحضارات المصرية هي أصل الحضارة ومنبع الأخلاق الإنسانية. فجر الحضارة. إن المؤرخ في التاريخ القديم لا يستطيع أن يكتب كتابا متصلة فكره بعضها ببعض تمام الاتصال في تاريخ أية بلدة قديمة قد ضاعت معظم آثارها أو كانت لا تزال دفينة تحت تربتها لم يكشف عنها بعد. وتنحصر براعة المؤرخ الذي يتصدى لكتاب التاريخ دولة قديمة في سعة اطلاعه وقوة خياله وقدرته على استنباط الحوادث العظيمة وربطها بما لديه من المعلومات الضئيلة الهزيلة التي أبقت عليها يد الدهر. فهو بتلك المقدرة يمكنه أن يتغلب على الفجوات التي تعترض سيره. ولست مبالغا إذا قررت هنا أن خير كتاب أخرج للناس في ذلك العصر من هذا الطراز هو كتاب فجر الضمير الذي وضعه الأستاذ بريستد في عام 1934 ميلادية، وهو في الواقع مؤلف يدلل على أن مصر أصل حضارة العالم ومهدها الأول، بل في مصر شعر الإنسان لأول مرة بنداء الضمير، فنشأ الضمير الإنساني بمصر وترعرع، وبها تكونت الأخلاق النفيسة. وقد أخذ الأستاذ بريستد يعالج تطور هذا الموضوع منذ أقدم العهود الإنسانية إلى أن انطفأ قبس الحضارة في مصر حوالي عام 525 قبل الميلاد. فمصر في نظره حسب الوثائق التاريخية التي وصلت إلينا عن العالم القديم حتى الآن هي مهد حضارة العالم. وكأن هذا الأثري العظيم بكتابه هذا قد أظهر للعالم أجمع أن المصدر الأصلي لكل حضارات الإنسانية هي مصرنا العزيزة. ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارات. خير كتاب أخرج للناس في ذلك العصر كتاب فجر الضمير. طبعا العبارة إيه؟ صحيحة. كتاب فجر الضمير كتبه الكاتب آمون. كتبوا كتاب آمون، ما جبناش سيرة آمون، يبقى العبارة ايه؟ خطأ. امال مين اللي كتب كتاب فجر الضمير؟ العالم بريستد، واللي ترجمه لنا سليم حسن. نشأ الضمير الإنساني وترعرع بمصر. العبارة ايه؟ تمام صح. نفت، طبعا نفت يعني لأ، نفت الوثائق التاريخية فضل مصر على الحضارات الإنسانية. الوثائق التاريخية نفت ولا أثبتت؟ لا أثبتت، يبقى نفت تبقى إيه؟ خطأ. على ما يدلل كتاب فجر الضمير. كتاب فجر الضمير ده بيدلل على إيه؟ بيدلل على إن إيه؟ مصر هي أصل الحضارات، هي أصل إيه؟ الحضارات، وليس الحضارة الصينية أو الهندية كما كان يعتقد، لكن مصر هي أصل الحضارات، وهي اللي علمت العالم، وهي اللي نشأ فيها الأخلاق والضمير. الأخلاق وإيه؟ والضمير. نشوف بعد كده سؤال رقم ج. هذا الطفل بريء من التهمة، بين سبب رسم الهمزة في كلمة بريء. طبعا زي ما انتم شايفين الهمزة هنا متطرفة، يعني جات آخر الكلمة، والهمزة المتطرفة حركتها بتبقى حسب حركة الحرف اللي قبليها. الحرف اللي قبليها هو مد بالياء، يعني عندي ايه؟ الكلمة بتتكون من حرف الب والراء وبعدين مد بالياء. بريء، عشان الراء هنا مكسورة زيادة فعملنا مد بالياء. المدود بيكون الحركة بتاعتها سكون، يعني ساكن، يبقى رسمت الهمزة المتطرفة على السطر لأن الحرف اللي قبلها مد بالياء، والمد يكون ساكنا، إذن
الذي يناسب حركة السكون هو ان الهمزة تكون على السطر. وهنواصل في الفيديو القادم ان شاء الله عرض الفقرة الثانية والأسئلة اللي عليها، وبعد كده هنحل أسئلة للفقرات الجديدة إن شاء الله، لأن طبعا أنت عارف الامتحان بتيجي فقرات مش نفس الفقرات اللي هي مكررة عليك، ولكن بتبقى على نفس شاكلتها ومعاني الكلمات وهكذا. وإن شاء الله المنهج الجديد حلو وجميل، وتابعوا معنا قناة تبسيط المعرفة. وكان معاكم هويدا حسان من قناة تبسيط المعرفة، ونتمنى كده تشجعونا باللايك، لأن كل يوم إن شاء الله هنقدم فيديو عشان نستوعب بقى منهج القراءة والنصوص اللي اتغيرت. وطبعا بالنسبة للنحو مفيش مشكلة، النحو يعتبر ما اتغيرش، والنحو كله انا شرحاه على قناه تبسيط المعرفه موجود، اللي عاوز نبعت له قائمه فيديوهات شرح النحو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ننتظر تشجيعكم.